مساء الفل يا باشمهندس. يا مساء الجمال. كنا عملنا شوية أسئلة على الصفحة وقلنا مفيش أحسن من باشمهندس شادي هيجاوبنا عليه. طبعا يسعدني اجاوب عليه. أول سؤال كنا عايزين نعرف إجابته، هو إيه الاسم العلمي لمهندس الديكور في السينما؟ الاسم العلمي لمهنة مهندس الديكور في السينما هو مهندس المناظر. طيب ليه الاسم ده مش مهندس ديكور؟ لأن كلمة ديكور معناها تجميل أو زخرفة، واحنا يعني في العمل الفني بنعتمد على ان المناظر السينمائيه اللي موجوده في السكريبت هو يحتمل الجمال ويحتمل القبح، وقد يكون كمان ما بينهما. فكلمه او المصطلح العلمي هو مهندس مناظر. ليه ما بيتكتبش على التترات؟ لان بعد فيلم المنسي للفنان عادل امام، المشهد المشهور قوي اللي هو فيه مع الفنان محمد هنيدي اللي كان بيقولوا قصه ولا مناظر، طبيعي ان الناس توصل لها ان كلمه مناظر دي يعني مشاهد قلالولو، يعني مشاهد جريئه انكت. فبيعتبروا ان حاجه زي دي يمكن تكون مرتبطه بالتايتل نفسه، فبقى الناس تكتب مجازا مهندس ديكور على اساس ان هو اكثر قربا للجمهور. ومع العلم ان في معهد السينما ان القسم اللي احنا بنقول عليه اللي هو المفروض ان هو يبقى ديكور او التوصيف بتاعه ده هو اسمه هندسه مناظر، وده طبعا لان ده الاسم العلمي.